يقول: ما حكم قول إن الله في كل مكان؟ وهل هو كفر؟ ولماذا هذه المقولة فيها تكذيب للقرآن؟ لأن الله عز وجل قال: أأمنتم من في السماء، وهناك 1000 دليل من القرآن والسنة على أن ربنا في السماء، ولأن الله عال له العلو المطلق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله فقالت في السماء وأشارت بإصبعها قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ولأن الصحابة جميعا ماتوا وهم يعتقدون أن الله في السماء، ولأن مقولة إن الله في كل مكان فيها سوء أدب مع الله، نعوذ بالله من هذا. فهل يتصور متصور أن يقول إن الله تحت رجليه وأنت واقف؟ هل يمكن هذا؟ إذا قلنا الله في كل مكان بذاته، معنى هذا أن الله أعوذ بالله في أماكن ما يجرؤ مسلم أن يعتقد هذا. فالعقل والإيمان يقتضيان أن الله في مكان، والقرآن والسنة وإجماع السلف على أن الله مستو على عرشه فوق سماواته، وهو معنا بعلمه وسمعه وبصره وقهره وقدرته سبحانه وتعالى. فالقول إن الله في كل مكان في حقيقته تكذيب لما في القرآن والسنة وتجهيل للصحابة، لكن لما كان القائلون بهذا متأولة فإنهم ليسوا كفارا، ولكنهم مبتدعة خالفوا نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة.